Kita lanjutkan peserta golongan tilawah remaja putra dan putri. Kita panggilkan nomor undian 010 putra yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 45. Kepada peserta nomor undian 010 putra, nama Ahmad Damanhuri. Selanjutnya nomor undian 11 putra yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 59. Bersiap-siap nomor undian selanjutnya 12 putri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله في سبيل
لها وتوكل على الله. إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Yang baru saja tampil dari Mimbar Tilawah bernama Toha Utusan Gampung Miru. Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 12 putri dengan membacakan surah At-Taubah ayat 17. Bersiap-siap nomor selanjutnya 13 putri. أعوذ بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Yang baru saja tampil dari Bimbar Tilawah bernama Naila Mashrura, utusan Kampung Menasah Intan. Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 13 putri yang akan membacakan surah At-Taubah ayat 30. Bersiap-siap nomor undian 14 putra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم
saja tampil dari mimbar tilawah bernama Indah Makfirah, utusan Kampung Menasah Baktring. Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 14 putra yang akan membacakan surah Yunus ayat 1. Bersiap-siap nomor undian 15 putra Hafiz Hi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات
والأرض في 6 أيام في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Yang baru saja tampil dari mimbar tilawah bernama Nazarul Hafrizal, utusan Kampung Ate Anggu. Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 15 putra dengan membacakan surah Hud ayat 25. Bersiap-siap nomor undian 16 putra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم
أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق الله العظيم. Yang baru saja tampil dari Bimbar Tilawah bernama Hafizi, utusan Kampung Babah Jurung. Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 16 putra yang akan membacakan surah Yusuf ayat 7. Bersiap-siap nomor undian 17 putra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف
يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Yang baru saja tampil dari Bimbar Tilawah bernama Taufikur Rahman, utusan Gampong Langgapang. Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 17 putra yang akan membacakan surah Ar-Ra'du ayat 1. Bersiap-siap nomor undian 18 putra.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Yang baru saja tampil dari Mimbar Tilawah bernama Muzamil Al-Habsyi, utusan Gampung Babah Jurung. Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 18 putra yang akan membacakan surah Asy-Syu'ara ayat 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه
وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن
لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واجعلني من ورثة جنة النعيم. صدق الله العظيم. Yang baru saja tampil dari Mimbar Tilawah bernama Kausal Ulhaq, utusan Gampung Menasah Baktring. Selanjutnya kita break sebentar.